اتحدد خلاص مين احسن 8 فرق في اوروبا، ووضحت سكه كل فريق منهم للنهائي. وبعد مفاجآت الفرق الطليانيه في دوري الابطال الموسم اللي فات، الفرق الاوروبيه بتنتقم وبتحط الفرق الايطاليه في مكانها، ولا فرقه من الدوري الايطالي بتوصل لدور الثمانيه من دوري الابطال. سيناريوهات قرعه دور الثمانيه كلها سيناريوهات خطيره. القرعه اللي حطت اكتر 4 فرق مرشحه للفوز بالبطوله في ناحيه، وبقيه الفرق في ناحيه تانية. ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، اخر فرقتين كسبوا دوري الابطال، ولكنه اكتر ماتش غير متكافئ في دور الثمانيه. ارسنال عنده الفرصه ان يقضي على بعبع البايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان وفرصه الانتقام من ريمونتادا التاريخ، نفس الريمونتادا دي اللي خلت باريس سان جيرمان يشتري نيمار بسعر خيالي من برشلونه. السعر والفلوس دي اللي برشلونة بعزقوها، وبسببها بقوا في العكة اللي فيها دلوقتي. في وسط كل بقى الكلام ده يبقى سؤال واحد مهم جدا، وهو مين هيكسب دوري الأبطال. قلت ان القرعة حطت اكتر 4 فرق مرشحة للفوز بالبطولة مع بعض في ناحية واحدة. قبل ما القرعة تتعمل كان مانشستر سيتي اكتر فريق مرشح للفوز بالبطولة، بيجي بعديه ريال مدريد، ارسنال، والبايرن. بعد القرعة فرص ال4 فرق دي كلها نزلت، علشان فريق واحد منهم بس اللي ممكن يوصل للنهائي. وعلى الناحية التانية بارسا، باريس سان جيرمان، دورتموند، واتلتيكو كلهم فرصهم زادت، علشان اكيد فرقة منهم هتوصل للنهائي. والكلام ده مش آراء، الجدول ده بيوري مستويات الفرق المتبقية في دوري الأبطال. كل ما تبقى فوق يمين ده معناه ان انت فريق قوي في الهجوم، قوي في الدفاع، من حيث الاجوان اللي جبتها ودخلت فيك، والاهداف المتوقعه اللي اتعملت، والاهداف المتوقعه ضدك. والعكس تحت شمال، يعني انت ضعيف في كل الكلام ده. ففعلا القرعه حطت كل الفرق اللي مستوياتها قريبه قدام بعض. يعني مثلا بايرن ميونخ اقوى فريق في الهجوم ودفاعه قوي جدا، قدام ارسنال اقوى فريق في الدفاع وهجومه قوي جدا. وعلى الناحيه التانيه دورتموند قدام اتلتيكو، الفرقتين اللي عندهم اضعف دفاع وهجومهم مش قد كده. ففعلا كل الترشيحات لكل الماتشات قريبه جدا، والفروقات حاجه بسيطه، باستثناء ماتش ريال والسيتي اللي معظم الترشيحات والارقام بتقول ان سيتي هو اللي هيكسبه. فالماتش ده هو الماتش اللي هبدا اتكلم عنه، وفي رايي ان الترشيحات دي زياده شويه، معتمده بشكل كبير على اللي حصل والدرس اللي مانشستر سيتي ادوه للريال في بطوله الموسم اللي فات لما كسبوهم 4-0 في الاتحاد. ولكن الموسم ده مختلف، والسبب اسمه بيلينغهام. جود بيلينغهام عنده الفرصه انه يخلص الماتش للريال. وما تنسوش برضو حاجه مهمه جدا في مصلحه الريال، انه تقريبا حسم خلاص فوزه بالليجا، ويقدر في الماتشات اللي عنده قبل وبعد سيتي انه يريح شويه لعيبه. على الناحيه التانية مانشستر سيتي في وسط ومعركه دمويه قدام ارسنال وليفربول على الدوري الانجليزي. فوارد جدا انه ما يقدرش يريح لعيبته، وارد جدا ان الارهاق ده ياثر على اداء الفريق في الماتشات المهمه دي. ولكن سيتي هيفضل سيتي، واكيد فرصه في المكسب عاليه جدا. بصراحه ماتش زي ده ممكن يكون على عكس الترشيحات هو اصعب ماتش نقدر نتوقع مين في الفرقتين دول هيعدي. حاجه غريبه جدا لقيتها، يمكن مش ناس كتير واخده بالها منها، ان ريال مدريد اخر 13 فريق قبله في الادوار الاقصائيه من دوري الابطال 10 منهم من الدوري الانجليزي. الماتش التاني هو ارسنال ضد بايرن ميونخ. حاجتين يمكن ما يكونش ليهم لازمه هبدا بيهم. اولهم ان بايرن ميونخ جمهوره ممنوع من حضور الماتش الاولاني في استاد الامارات بسبب شغب وشماريخ عملوها في البطوله دي في دور المجموعات. فال 4000 كرسي اللي كانوا المفروض يروحوا لمشجعين البايرن، ارسنال هيقدر يبيعهم لجمهوره عشان الاستاد يتملي 60,000 كلهم من جمهور ارسنال. هل حاجة زي كده هيبقى ليها تأثير على أداء الفرقتين ولا لأ؟ هنشوف في الماتش. الحاجة التانية اللي شوية برضو يمكن تكون في مصلحة أرسنال، بس هي تضحك يعني، إن أرسنال كسب بصعوبة بورتو عشان يوصل دور الثمانية. آخر 5 فرق أقصوا بورتو من دوري الأبطال كلهم وصلوا للنهائي، واتنين منهم كسبوا البطولة. المواجهة دي بقى كل التاريخ في مصلحة البايرن. كلنا طبعا فاكرين بايرن كان بيعمل ايه كل ما يواجه ارسنال في دور ال16 في اخر ايام ارسن فينجر، وكمان معاهم هاري كين اللاعب اللي جاب 14 جون في ارسنال وهو مع توتنهام في الدوري الانجليزي. ولكن ارسنال ارتيتا مش ارسنال بتاع المواسم اللي كان بيقابل فيها بايرن، ومش ارسنال بتاع ارسن فينجر في اواخر ايامه. ارسنال ارتيتا احسن بكتير من الفرقه اللي كان بايرن بيواجهها،
وبايرن السنه دي مش الفرقه اللي كانت بتواجه ارسنال ساعتها، ولكن زي ما واضح جدا وعارفين كلنا ان دوري الابطال ملوش دعوه بمستواك وله دعوه بخبرتك في البطوله دي. ولا ارتيتا ولا لعيبه ارسنال عمرهم لعبوا دور الثمانيه في دوري الابطال قبل كده. وفوق كل ده بايرن ميونخ خلاص خسر الدوري وما عندوش تقريبا فرصه خالص انه يكسب الدوري، فهيركز كل تركيزه في انه يكسب دوري الابطال ويقدر يريح لعيبته زي ريال مدريد في ماتشات الدوري. وهاري كين اخر فرصه له انه يثبت انه مش لعيب نحس في الوقت اللي ارسنال في وسط معركه الدوري اللي اتكلمت عليها. فعلى قد ما المفروض مستويات الفرقتين تكون قريبه ونتيجه الماتش ما تبقاش محسومه، في حاجات كتير تخلينا نقول ان بايرن هو اللي هيعدي. لما القرعه اتعملت وعرفنا ان باريس سان جيرمان هيواجه برشلونه، كل الناس ابتدت تتكلم انها فرصه بي اس جي ان هم ينتقموا من الريمونتادا اياها. لكن بجد هو في حد ممكن يبقى متخيل ان في لاعب في باريس سان جيرمان ده فارق معاه ولا مهتم بالموضوع ده اصلا؟ مش عايز اقول ان باريس سان جيرمان فرقه كلها لعيبه يعني مرتزقه، ولكن معظمهم. فحاجه زي كده مش هتكون دافع خالص لباريس سان جيرمان. وزي ما شفنا في المواسم الكتير اللي فاتت انهم فرقه ما بتعرفش مهما صرفت تكسب البطوله دي. ولكن اي فريق فيه امبابي اكيد فرصه عاليه للتاهل، ومبابي لو بجد مركز باريس سان جيرمان هيعدي وهيكسب برشلونه مستريح. ولكن لو مبابي مش مركز ومش معانا اصلا، فرص بارسا احسن، بالذات بعد ما النادي اعلن ان جافي هيمشي في اخر الموسم. فجاه كده نتائج ومستوى الفريق اتحسنت، زي ما يكون كده كان في حبل رابطهم واتفك. فلو هتوقع حاجه هقول برشلونه هيعدي، الا لو مبابي كان عنده راي تاني. اخر ماتش واضعفهم هو اتلتيكو مدريد ضد دورتموند. دييجو سيميوني الموسم ده مش عارف يخلي اتلتيكو يلعب بالطريقه الدفاعيه او الكماشه الدفاعيه اللي اتعودنا عليها. وعلى الناحيه الثانيه دورتموند دي ممكن يكون اول مره من سنين ما يبقاش عندهم اللعيب اللي هيبقى لعيب عالمي الفتره اللي جايه يشيل الفرقه. فبصراحه انا ما اعرفش، اتلتيكو ممكن يكسب على ارضه، دورتموند ممكن يكسب على ارضه والماتش يخلص ضربات جزاء. لكن لا اقدر اقوله ان ايا كان مين فيهم هيكسب هيخسر من باريس سان جيرمان او برشلونه في نص النهائي. بنفس التفكير اي فريق من ناحيه ريال سيتي ارسنال بايرن هيوصل النهائي في رايي هو اللي هيكسب دوري الابطال الموسم ده. خلينا نشوف هيحصل ايه، اشوفكم الحلقه الجايه.